السلام عليكم الإخوان والأخوات الأحرار، تحياتي للجميع ومرحبا بالجميع الإخوان. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على الهدف من غلاء الأسعار في المغرب. النقطة الأولى. النقطة الثانية: من السبب في غلاء الأسعار في المغرب، وما هو الحل لنهاية مشكل غلاء المعيشة في المغرب. الإخوان، الهدف من غلاء الأسعار في المغرب سبق لي وقلت منذ مدة بأن هناك مخطط ماسوني اللي هو تقويع الشعوب. سبق لي قلت بان راه غيجي واحد الوقيته بالنسبه للشعب المغربي ان غادي تكون السلع معروضه للبيع لكن القدره الشرائيه مفتقده، ان بنادم غيشوف الحاجه ها هي كتباع قدامه لكن باش انه يشريها ويتقداها يدخلها لدارو ما عندوش القدره الشرائيه. يعني الهدف الاخوان من غلاء الاسعار في المغرب وهو التقويع، هذا مخطط ماسوني. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية: يعني من السبب هذا الشيء اللي كيعيشه الشعب المغربي؟ لا من تهميش، لا من تقويع، لا من غلاء في المعيشة، لا من بزاف ديال الأمور. السبب الرئيسي وهو أن محمد السادس هو اللي كيساهم في تنجيح هذه المخططات الماسونية. يعني محمد السادس كتحرك أيادي خفية، اللي كما كتعرفوا محمد السادس هو الحاكم الزريبة، كتعرفوا بأنه هو الآمر، هو الناهي، هو اللي في يده جميع السلطات. يعني محمد السادس هو سبب كل ما كيعاني منه الشعب المغربي. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة الإخوان، وهي أن الحل باش أن الشعب المغربي ما يتبقاش عنده هذه المشاكل وهذه المعاناة، لا من غلاء في المعيشة، لا من تفقير، لا من تجويع، لا من بزاف ديال الأمور اللي مفتقدها الشعب المغربي. الحل وهو أن يجب على الشعب المغربي الخروج إلى الشارع والمطالبة بإسقاط النظام، الهجوم على القصور. يوم 20 فبراير الإخوان، لنهاية هذه المشاكل وهذه المعاناة، يجب على الشعب باش أنهم يخرجوا ويثوروا في وجه محمد السادس لأنه هو السبب في كل ما كيعاني منه الشعب المغربي. إخوان، هذا الفيديو خفيف الظريف غير باش نوضحوا للناس ونزيدوا نشجعوا باش أن الناس تخرج. اعطيونا اللايكات، اعطيونا البارطاج، بارطاجوا مع احبابكم وصحابكم هكا باش توصل الفكرة.